لو نفسك تربي طفل واثق من نفسه وقوي الشخصية كده ومرتاح نفسيا، تخلي بالك من الحاجات البسيطة دي اللي ممكن تبوظ كل مجهودك. تاخد بالك كويس قوي من تصرفاتك، خصوصا لو كان ولادك تحت 6 سنين. أول حاجة، بلاش تعلي صوتك عليه لما يغلط، لأن الصوت العالي عمره ما كان بيعلم حد، ده بس بيخليه يتعود يزعق علشان يعبر عن نفسه. كمان اوعى تضرب ابنك على وشه، لأن الضرب مش تربية، بيزرع الخوف جواه وبيكسر ثقته في نفسه، وبيكبر بشخصية مهزوزة، دايما بيخاف من كل حاجة قدام الناس، وبيخاف من أي حاجة ممكن تواجهه. ما تتعصبش وتكسر قدام أي حاجة، لأن الأطفال بتتعلم من اللي بتشوفه، وأي شخصية قدامها لو شافك بتكسر وبتزعق هيتعلم إن الغضب معناه تخريب. كمان حافظ على خصوصيته حتى لو هو صغير، الطفل من أول 1.5 سنة بيلاحظ وبيخزن. بلاش تهزقه قدام الناس يا جماعة، الطفل ليه كرامة برضو، لما تكسفه قدام حد بيحس بالإهانة وممكن يكره نفسه. حافظ على صورته قدام الناس وعلمه، بس في السر بينك وبينه، مش لازم تهزقه وتكسر صورته قدام الناس. واوعى تقارنه بحد تاني، إياكوا المقارنات. بص ابن خالتك، بص صاحبك، بص شوف أختك بتعمل إزاي. الكلام ده كله بيوجع أكتر من أي حاجة، وبيخلي الطفل دايما يحس إنه مش كفاية، ده غير إنه بيخلق غيرة وكره. وكمان حب ابنك زي ما هو ودعمه علشان يبقى أحسن نسخة من نفسه. ما تدلوش أوامر طول الوقت بصوت حاد، قوم كذا، نام كذا، اسكت كذا، اعمل كذا، قوم كل، نام دلوقتي، اسكت. الصوت الحاد بيخليه ينفذ بس خوف مش حب أو اقتناع. جرب تتكلم معاه بهدوء وبحنية وهتتفاجئ بالنتيجة حاجة تانية خالص. ما تقولوش كلام سلبي عن نفسك، مش طول الوقت تقوله أنا كنت فاشل، أنا كنت غبي، أنا عمري ما كنت شاطر في كده. الطفل بيتبرمج على إن ده الطبيعي، وبيبدأ يكرر الكلام ده عن نفسه. خليك قدوة في احترامك لنفسك علشان هو كمان يحترم نفسه. كمان ما تسخرش منه أبدا، ضحكتك على تصرفاته أو كلامه ممكن تفضل محفورة في قلبه لسنين. امسك نفسك حتى لو قال حاجة غريبة، ورد عليه دايما بلطف أو بكلمة كويسة. الكلمة الطيبة صدقة. وبلاش بقى تناديه بألقاب سلبية، تمام؟ عارفين احنا يا غبي، يا رخم، يا غلس، يا كسلان. الكلمات دي دايما بتكون جزء من شخصيته بعد كده، فاديله اسم حلو أو صفة إيجابية وشجعه إنه يكون أفضل. يا دكتور فلان، يا باشمهندس، عامل إيه؟ أنت أخبارك إيه النهاردة؟ يا آنسة فلانة، يا أمورة، يا حلوة. كلام الحلو أحسن. ابنك مش نسخة منك، هو شخص مستقل، ليه كيانه وليه شخصيته وليه مشاعره. لو حافظت عليه وهو صغير هيكبر ويكون إنسان سوي، وهيفتكر لك المعروف ده طول عمره. فخليه قدوة طيبة يتعلم منها كل حاجة طيبة، وبلاش تكون قدوة سيئة هيقلدها في كل كبيرة وصغيرة، وهتلاقيه انعكاس المراية قدامك صورة بالكربون وكل الحاجات الغلط اللي انت بتعملها وكل الحاجات الغلط اللي انت بتكرهها. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.